هاتي اي نوع مربى انت بتحبيه، مربى فراوله، مربى توت، مربى مشمش، مربى مانجا، اي نوع مربى انت بتحبيه، وحطي عليه معلقه صغيره من الكربوناتو، واضمن لك ان الحاجه الحلوه دي هتعجب الصغير قبل الكبير. وقد كده هي سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت. زي ما انت شايفه، هتجيبي طبق، اهم حاجه يكون الطبق نظيف، هنحط فيه نص كوبايه من نوع المربى اللي احنا بنحبه. يفضل ان النوع ده ما يكونش فيه اللي هو بيبقى فيه قطع، علشان الوصفه دي مش محتاجين فيها اي قطع، ولو فيها قطع اضربيها في الكبه. انا كنت مطلعه المربى من التلاجة، وعلشان كده بضربها بمضرب البيض كده علشان بس تفك مني وما تبقاش مكلكعه، لان زي ما قلت لكم عايزاها كريمي على قد ما اقدر. ما عندكيش كريمي اضربيها في الكبه او في الخلاط وبعدين استخدميها. هنحط عليها معلقه صغيره من الكربونات ومعلقه الشاي دي، وهقلب. هتقلبي لغاية ما التفاعل يتوقف تماما، ما يبقاش فيه اي فوم بيتكون زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بطل يزيد في الحجم وبطل يفتح في اللون، خلاص كده انا تمام قوي ووصلت للدرجة اللي انا عايزاها. طبعا اللون اللي بيبقى موجود ده حسب نوع المربى اللي انت مستخدماها. انا هنا مستخدمه مربى توت، وعلشان كده اللون مزرق شويه او لون على بنفسجي. لكن لو انت مستخدمه مثلا مشمش هيبقى على اورنج، لو مستخدمه فراوله هيبقى على احمر كده يعني. هتجيبي كوبايه دقيق تقسميها لثلاث اجزاء، هتضيفي كل جزء وتقلبي لغايه ما يختفي الدقيق تماما. ما تحطيش التلت اللي بعده غير لما يكون الدقيق اختفى تماما. وفي كل مره انخلي الدقيق بالمنظر اللي انت شايفاه ده. خلصت، احط بقى التلت اللي بعده ونفس الموضوع. وبالنسبه لنوع الدقيق، احنا مش عايزين بقى دقيق مخبوزات، لان انا خلاص حاطه الكربوناتو، فمش عايزه نسبه الكربوناتو والبيكنج باودر والحاجات دي تبقى زياده في الدقيق. هاتي الدقيق العادي اللي هو المتعدد الاستخدامات اللي ما بيبقاش فيه اي مواد رافعه. ليه؟ علشان زي ما قلت لكم احنا حاطين كربوناتو. هنحط بقى اخر كوبايه من تلت كوبايه قصدي من الدقيق، وشوفوا بقى اللي هيحصل. الوصفه هتمسك في بعض، وهتبقى العجينه ماسكه قوي، وصعب انك تقلبيها وصعب انك تخلطي الدقيق في العجينه. بس معلش، بشويه مجهود كده هتبصي تلاقي الدقيق كله اتلم معاكي في العجينه. اول ما خلاص العجينه بتاعتي تاخد لون واحد ومفيش اي دقيق، هحط معلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الزيت، وهقلب كويس. وابقى حريصه ان الزيت، كل حبات الدقيق او كل العجينه خدت من الزيت ده. شايفين زي بهرسها كده. بعد كده هنضيف بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة. طبعا بيض، يبقى هنضيف فانيليا. وهبتدي اقلب كده لغاية ما البيضة برضو تختفي تماما. هو الاهم حاجة في الوصفة دي انك تقلبي كويس، يعني كل ما هتقلبي اكتر كل ما هتبقى معاكي كريمي، وعارفة يعني شكلها حلو وهي نية كده. اخر حاجه بقى اللي هتربط الدنيا كلها مع بعض هي ربع كوبايه من الحليب. بجد هتظبط لك اللون، وهتظبط لك قوام العجينه، وهتبقى تحسيها كده ايه، حاجه كده زي غزل البنات، قد ايه ناعمه في ايدك. هقلب الحليب، بيبقى دايما في حليب كده على الحواف دي، على الحواف ده لازم تاخديه معاكي في العجينه، وتبقي متاكده ان كله اختلط تماما بالمنظر ده. هي دلوقتي شبه الاسمنت انا عارفه بس ده عشان احنا قلت لكم مستخدمين مربى التوت الازرق، فبديهي جدا ان يكون هو ده لونها. هنجيب طاسه على النار، ويفضل تبقى تيفال او جرانيت، وادهنها بالزيت كده، واحط بقى بالمعلقه بتاعتي الصغيره دواير بالمنظر ده. طيب امتى بقى هقلبها؟ هسرع لكم الفيديو اهو. شايفين بدأت فقاقيع تتكون على السطح؟ هنا بقى اول ما احس ان هي بقت عامله زي القطايف من فوق كده، هبتدي اقلبها على الجنب التاني. هنا عشان انا مستخدمه مربى التوت الازرق، الجنب هيبقى لونه غامق. ما تتخضوش يا جماعه، دي مش محروقه، احنا مش مستخدمين سكر، احنا مستخدمين مربى يعني حاجه زي العسل، فبديهي يبقى لونها غامق، وكمان المربى نفسها لونها غامقه. المهم، قلت بقى بصوص شوكولاته كده مع شويه لوز ازينها، رهيبه والطعم تحفه. يعني بجد عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. يلا، بألف هنا وشفا.